السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع العناوين: هاني رمزي يؤكد جاهزية اللاعب محمد هاني للمشاركة مع النادي الأهلي في نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك. حمادة طلبة يعلن عودة باسم مرسي إلى الزمالك قريبا. عزل نادي الزمالك اللاعب حازم إمام بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا. أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق أن اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر لن يغيب عن مباراة القادمة أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب المصري أمام توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم. وأكد هاني رمزي خلال مداخلة تلفزيونية أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد هاني سبق وتعرض لها من قبل أيضا، وهي إصابة رخمة، ولكن لن يغيب أكثر من أسبوع عن التدريبات التأهيلية، وسيلحق بالمباراة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كما أكد حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات نهائيا، وباسم مرسي قادر على العودة للزمالك والتألق معه، حيث صرح خلال مداخلة تلفزيونية مع سيف زاهر أن نجم الزمالك السابق باسم مرسي يمر بفترة قوية جدا وقادر على العودة مرة أخرى للزمالك والتألق فيه، وهو مركز جدا حاليا في الكرة. أما عن حازم إمام فقد تأكدت إصابة اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالنادي أن اللاعب يتواجد في عزل صحي في الوقت الحالي، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أي أمر يخصه انتظارا لنتيجة المسحة الطبية الجدية التي سيخضع لها اللاعب من جديد، ويستعد للزمالك في الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادي مصر.